حرية الآخرين. اقتباس شهير لجدك عن الحرية والعدالة الاجتماعية. الصحراء الغربية اليوم هي آخر مستعمرة في القارة الإفريقية، وجدك كان مدافعا قويا عن القضية الصحراوية. بصفتكم حفيدا له وناشطا حقوقيا، ماذا تعني لكم القضية الصحراوية؟ The Sahrawi Republic sits on my right hand. أحمل دائما تذكارا لجمهورية الصحراء الغربية في يدي اليمنى، سوار أهداني إياه سيادة الرئيس إبراهيم غالي. خلال زيارتي للجزائر حظيت بفرصة زيارة الصحراء الغربية. سافرت إلى مخيمة تندوف، حيث رأيت عن كثب ما يعانيه إخواننا وأخواتنا في الصحراء الغربية المحتلة، ولذلك وعدت نفسي لتكريس بقية حياتي للدفاع عن تحرير الصحراء الغربية. That I would live the rest of my days in the fight of realizing a free Western Sahara. And it is heartbreaking. وإنه من المؤلم أن عضواً من الاتحاد الأفريقي هو الذي يحتل الصحراء الغربية، وأظن أن هذا المشكل يجب أن يعامل كأولوية. Needs to be dealt head on. We as South Africa have been advocates for نحن كجنوب أفريقيا ندافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتمكنا كمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية من دعوة سيادة الرئيس غالي إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في مؤتمر التضامن مع الشعب الصحراوي المنظم من قبل المجموعة، وهذا ما نريد أن نجسده في هياكلنا الإقليمية والقارية. وأظن أننا الآن حيث لدينا القائد شيرومبيرا كرئيس للبرلمان الأفريقي سنتمكن من خوض هذا النقاش داخل هذه المؤسسة. And I think now that we have Chief Charumbira as the president of the Pan-African Parliament, we are going to be able to have these debates coming into. أظن أنه على مستوى الاتحاد الأفريقي كذلك يجب علينا أن نلتزم بهذا الأمر، وأن نتأكد من أن لا يكون مجرد كلام فقط، وأن خطوات مهمة يجب أن تتخذ لكي نضمن قارة أفريقية خالية من الاستعمار على مدار حياتنا. وإذا كنا جادين حيال ذلك علينا أن نركز على القضية الصحراوية. Then we need to focus on the Western Sahara issue.